أنا اسمي وداد، عندي 35 سنة، متجوزة بقالي 7 سنين. بس للأسف من ساعة ما اتجوزت وأنا في مشاكل في الخلفة. لفينا كتير على الدكاترة أنا وجوزي، بس الحقيقة يعني ما قصرناش خالص في الموضوع ده. بس زي ما تقولوا كده يعني ربنا لسه ما أردش. المهم عشت فترة كبيرة جدا، أكتر من 3 سنين في بيت العيلة مع جوزي، ووالده كان عايش معانا. كنا عايشين مع والده لأن هو ما كانش ليه إخوات تاني. كنت عايشة مع جوزي ووالده، وطبعا كنا عايشين حياة عادية جدا زي معظم البيوت. حماية كان في حاله جدا، ما كانش بيتكلم معايا في اليوم كلمتين على بعضهم. وبصراحة جوزي كان برضو يعني من النوع اللي هو الرجالة يعني الشقيانة دي، اللي هو كان بيطلع عينه في الشغل. بيشتغل من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 12 بالليل، وبيرجع طبعا مرهق جدا من الشغل. هو كان بيشتغل في المعمار، وانتوا بقى عارفين طبعا شغل المعمار بيبقى عامل ازاي. كان يدوب يجي أحضر ليه العشاء بس، ويعني ياكل كده وينام على طول. كنت بحاول إن أنا أتكلم معاه كتير علشان يعني ياخد مثلا يوم أجازة، لأن هو ما كانش بياخد أجازة خالص في الفترة اللي هو كان بيشتغل فيها. هو ساعات كان بيجي عليه أيام بيبقى قاعد مثلا كده بالشهر في البيت، هو ما فيش شغل خالص. المهم كنت بتكلم معاه كتير وبقوله يعني أنا مش حابة قعدة البيت وإنت بتقعد في البيت بالشهر والكلام ده كله. بس في نفس الوقت لما بيجي ليك شغل بلاش تشتغل يعني طول الشهر ورا بعضه كده، أو خد أجازة يوم علشان خاطري، وعلشان طبعا نخرج ونتفسح مع بعض، إحنا لسه صغيرين. بس كان دايما يقول لي أنت شايفة الظروف والحياة صعبة إزاي، كلام كتير جدا بقى من النوع ده. فبطلت الحقيقة أن أنا أتكلم معاه خالص، لحد من حوالي كده 3 سنين ابتدت المشاكل تحصل ما بيني وما بين جوزي بسبب بيت العيلة ده. كان حماية فاتح ابنه في موضوع جوازه وإن هو عايز يتجوز، فساعتها قال له لو انت اتجوزت يعني مش هينفع نبقى قاعدين في البيت، فلازم نشوف شقة تانية وكده. فطبعا عمل مشكلة كبيرة مع ابنه وقال له ده بيتي وأنا حر وأتجوز براحتي والكلام ده كله، ومراتك مش هتمشي على مزاجك. فجوزي الحقيقة يعني كان بيحب أبوه قوي، وعمل معاه مشكلة كبيرة. فقلت بقى ايه، خلاص مادام الموضوع وصل لحد كده فاحنا ملناش في البيت هنا، يعني نأجر شقة بره ونقعد فيها. فبصراحة هو جوزي يعني كان بيحاول يعمل أي حاجة علشان ما كانش بيحب إن هو يضايقني، وعلشان أبقى يعني أكون براحتي، وخصوصا إني ما كنتش يعني بعرف أقعد براحتي من ساعة ما اتجوزت علشان خاطر حماية وكده. المهم ساعتها جوزي قال لي حاضر، بس خلص ايه الشغل اللي في ايدي ده، وبعدين هدور على شقة حتى يعني لو أوضة وصالة ونعيش فيها أنا وإنتي. وساعتها قلت له ماشي تمام، أنا ما عنديش مشكلة خالص، إن شاء الله حتى لو أوضة واحدة بس نعيش فيها، بس نكون براحتنا، وطبعا تكون كرامتنا متصانة، يعني بمعنى أصح كده، بدل ما كل شوية أبوك يسمعنا كلمتين ويقعد يقول لنا شقتي وبراحتي واتجوز وما اتجوزش والكلام ده كله. وفعلا جوزي خلص الشغل اللي في إيده، وللأسف بعد ما الشغلانة دي خلصت جوزي فعلا زي ما قلت لكم كده دور على شقة ولقيناها. كانت شقة صغيرة كده، كانت عبارة عن أوضة وصالة. بعد لما لقينا الشقة دي وقعدنا فيها ابتدى الحال يتدهور جدا. جوزي ما بقاش فيه شغل خالص. كان جوزي بيطلع من الصبح لحد آخر النهار بيفضل يدور على شغل، ما كانش بيلاقي خالص أي شغل، غير طبعا إن هو حصلت ليه إصابة في رجليه، فخليته يعني مش يبقى رقم واحد من الناس اللي في الشغل أو الناس يعني اللي بيختاروها في الشغل. فالموضوع ده أثر على نفسيته جدا، وأثر كمان على مصاريف البيت. ما بقتش عارفة الحقيقة أتصرف إزاي. طيب يعني أنا متعلمة، أنا معايا بكالوريوس تجارة، أنا يعني اتجوزت جوزي ده علشان بحبه، لكن هو ما كانش مناسب ليا خالص، ولا ماديا ولا حتى اجتماعيا. أنا عيلتي من محافظة تانية خالص وعيلة كبيرة قوي، بس طبعا لما وافقت على جوزي ده عيلتي كلها قطعتني، ما بقاش حد فيهم يتكلم معايا خالص. فلما الظروف جت عليا جدا قلت له ايه رأيك يعني اني انا ادور على شغل، واني انا اشتغل ويعني اساعدك كده لحد لما تلاقي شغل. راح قال لي ماشي، انا مش عارف اقولك ايه بجد، انتي انسانة اصيلة وكده والكلام ده كله. قلت له انا متربية على كده وما ينفعش ان انا اتخلى عن جوزي. المهم قعدت ادور على شغل فترة كبيرة جدا، الحقيقة يعني ما لقيتش خالص. الشقة اللي احنا كنا قاعدين فيها ايجار شهر ورا شهر، وما كانش معانا فلوس ندفع الايجار. كنا عايشين، يمكن لو قلتلكم ان احنا كنا ساعات بيعدي يوم او يومين من غير ما ناكل اي حاجة خالص، او ناكل حتى طاقة واحدة حتى. فكانت الظروف والحياة صعبة جدا إن أي حد يقدر يتأقلم عليها أو يعيش معاها مثلا. وكمان الفترة دي جوزي كان تعب جدا جدا، واضطريت إن أنا أوديه المستشفى واتحجز هناك.
اتحجز علشان خاطر يعني رجليه تعبانة جدا، وكان لازم يقعد في المستشفى ويعمل شوية إشاعات وحاجات. فأنا الحقيقة يعني ما كنتش يعني مش عارفة أعمل إيه ولا أجيب مصاريف منين، ولا حتى مصاريف المستشفى. فلما اتكلمت مع جوزي وهو في المستشفى، حماية اللي هو والد جوزي كان مرتاح ماديا جدا ومعاه فلوس. المهم لقيت جوزي بيقول لي أنا عايز أطلب منك طلب بس ما قدامناش غيره. فقلت له أطلب إيه هو الطلب اللي أنت عاوزه؟ قال لي معلش ممكن تروحي لأبويا تصالحيه كده بكلمتين وتطلبي منه فلوس لحد لما أقف على رجلي وأخرج من المستشفى وأشتغل. قلت له أنت عارف إن أبوك مش بيحبني، والعلاقة بينا يعني الفترة الأخيرة ما كانتش أحسن حاجة، يعني ما كانتش أحسن حاجة. وأنا بصراحة كده يعني مش حابة إن يحصل ما بيني وما بينه أي مواجهة، علشان خاطر يعني ما يقولش أي كلام يزعل. راح قال لي ما تقوليش كده، أنا أبويا بيحبك، علشان خاطر يعني وقفتك جنبي وكده. معلش وصلي بس لحد البيت بكرة وقولي ليه إن ابنك في المستشفى ومحتاج فلوس، وهو ساعتها أكيد مش هيهون عليه وهيديك اللي انت عايزاه. فقلت له حاضر، ارتاح بس انت دلوقتي وأنا بكرة هعدي عليه وهشوف وهحاول أتصرف من أي حتة تاني. المهم قعدت أفكر كده طول الليل. طبعا ما كانش ينفع إن أنا أقعد معاه في المستشفى، فكنت بروح شقتي بقعد لوحدي في البيت. فبصراحة يعني كنت ساعات كتير جدا وأنا قاعدة عمالة أفكر وبقول أنا إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ أنا يعني إيه اللي خلاني أوافر على جوزي ده علشان أعيش يعني الحياة اللي هو فيها؟ كل حاجة قليلة، كل حاجة بمعنى أصح، يعني الفلوس والمشاعر والحب وكل حاجة. يعني أنا عايزة أكون صريحة معاكم، يعني أنا افتكرت من اللحظة دي آخر مرة حصل ما بيني وما بين جوزي، يعني الحاجة العادية اللي بتحصل بين كل الأزواج، كانت من حوالي كده 5 شهور. فطبعا الموضوع كان تعبني نفسيا جدا، وما كنتش عارفة أفكر، وكان مأثر على تفكيري جدا وعلى نفسيتي. أنا من النوع اللي أنا بحب أهتم بنفسي، يعني بحب أشوف نفسي حلوة جدا، بلبس كويس. يعني كنت بصراحة ما كنتش مقصرة معايا في أي حاجة، بس هو معذور الحقيقة علشان خاطر الظروف الصعبة اللي احنا كنا عايشين فيها. المهم لما الصبح جه كده ما بقتش عارفة أقرر، ولا عارفة أروح لحماية ولا ما أروحش. ما لقيتش غير قدامي حل واحد، إني أتصل بيه في التليفون وأقول له إن ابنك تعبان ومحتاج فلوس. فلقيته بيقول لي طيب أنت ليه ما قلتليش من بدري؟ طب عدي عليا كده خدي الفلوس اللي أنت عاوزاها. بصراحة فرحت جدا وحسيت إن هو يعني جوزي الحقيقي كان عنده حق لما قال لي إن أبويا مش هيهون عليه والكلام ده كله. طبعا كان بقالنا فترة كبيرة جدا أنا وهو، يعني بالتحديد معرفش حاجة عن حماية، زي ما قلت لكم كده من أكتر من حوالي 3 سنين. فما كنتش أعرف إن هو اتجوز ولا ما اتجوزش. حتى برضو كلام جوزي مع أبوه الفترة الأخيرة لما كنا سيبنا الشقة كان برضو قليل جدا، يعني الكلام كان قليل قوي. المهم لما رحت ليه طبعا، وأنا في الطريق عمالة أفكر وأقول بصراحة هو طلع ذوق جدا، وأنا مش عارفة يعني أعمل إيه علشان يعني أشكره والكلام ده كله على اللي هيعمله معايا ده، وإن هو يعني هيساعدني. فالمهم أول ما وصلت كده قدام البيت خبطت وفتح ليا، وبصراحة استقبلني أحسن استقبال، وقال لي اتفضلي يا حبيبتي واقعدي احكي لي ليا إيه اللي حصل. بس الغريب في اليوم ده وإحنا عمالين نتكلم، أنا طبعا كنت فاكرة إن هو يعني مش هيهون على ابنه والكلام ده، لكن واحنا بنتكلم لقيته مركز جدا مع الفاكهة. طبعا أنا استغربت جدا من طريقته، فقلت له ساعتها ممكن يعني تديني الفلوس علشان خاطر أروح للمستشفى لابنك، علشان يعني أدفع ليه المصاريف وكده. راح قال لي هديكي فلوس كتير قوي، أنا معايا فلوس كتير قوي والحمد لله وكل حاجة، بس لما آكل علشان أنا جعان جدا. طبعا انتوا فاهمين قصدي. فقلت له هو إيه اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش وحرام. راح قال لي هو ده اللي عندي، انت كنتي عايشة معايا هنا ورفضتي اني انا اتجوز وضيعتي من ايدي عروسة كنت بحلم بيها، والحقيقة بقى اني بقى ليا فترة كبيرة جدا يعني جعان جدا، واحنا طبعا كنا قاعدين ومفيش حد غيرنا في البيت. فلقيته ابتدى ان هو يتعامل يعني ياكل في البطيخ. انا الحقيقة كنت ساكتة، وكنت يعني مفيش اي رد فعل مني، وفعلا زي ما قلت لكم كده كان جعان جدا. فلقيت نفسي كده مرة واحدة استسلمت واتسمرت في مكاني، لان زي ما قلت لكم كده بقى ليا اكتر من 5 شهور ما عملتش الموضوع ده. وبصراحة يعني عشان ما اكدبش عليكم، هو كان أجمد من ابنه، وفي اليوم ده حصل بينا حاجات كتير جدا. وعايزة أقول لكم إن أكتر من 3 ساعات وإحنا مع بعض نسيت جوزي بقى ونسيت كل حاجة. وبعد ما خلصنا اداني الفلوس اللي أنا عايزاها ويمكن أكتر كمان. مشيت وأنا فرحانة، فرحانة جدا. مش فرحانة علشان الفلوس بس، لا فرحانة كمان علشان ارتحت قوي، وعوضني عن الحرمان 5 شهور. بجد كان أحلى لحظة عشتها في حياتي.
أنا ما كنتش عايزة أمشي وأسيبه بصراحة، بس كان غصب عني، وقال لي هستناكي تيجي ليا كل يوم. قلت له كل يوم؟ قال لي كل يوم، انت اللي زيك ما يتشبعش منك. وبجد حسيت إن هو عوضني. هو بصراحة فضل ياكل في الرمان وفي البطيخ، هو كان بيحب الرمان جدا، وقال لي جعان قوي أكليني وشبعيني. وبقيت باستمرار بروح له مثلا يعني مرتين 3 كده في الأسبوع، أعوض بيه الحرمان اللي أنا شايفاه مع جوزي. وبجد حبيت الموضوع جدا، ومش عارفة أعمل إيه. يعني أفضل مكملة ولا حرام اللي أنا بعمله ده؟ الصراحة مش عارفة أعمل إيه. يا ريت كل اللي سمع حكايتي النهاردة يقول لي أعمل إيه.